مساء الخير والفل والياسمين. تعالوا شوفوا غدانا النهارده ايه. غدانا النهارده سمك مشوي. انا جايبه مشوي جاهز كده. انا بحب قوي السمك المشوي. انا النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض رز الصياديه باسهل واجمل طريقه. والله مفلفل وجميل جدا. ومعاه شويه سلطه طحينه كده، ومعاه السلطه الخضراء الجميله ديت. وهنشوف هنعمل رز ازاي بكل سهولة. اللي ما اشتركش معانا في القناة يا جماعة بيشوفنا لأول مرة يشرفنا بالاشتراك، ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصل له كل جديد. والمشترك معانا ما يبخلش علينا باللايك يا جماعة وتفعيل ال لا اسفة. و يشير الفيديو يا ريت يعني. المكونات بتاعتنا بسيطة. معايا شوية رز غسلهم ونقعهم بقالي يجي ساعة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انت بتعملي الكمية اللي تناسبك وتناسب عدد افراد الاسرة يعني. ده انا نقعاه شوية، ممكن تنقعيه ممكن تعمليه على طول، بس انا بحب المنقوع دوت. تحسي كده ان هو بيبقى ابيض وجميل كده. معايا زي ما انتم شايفين كده بصلتين وكم قرن فلفل وقطايه وشوية كم فص توم كده. ومعايا كمون وملح، بس مش هحط بهارات تانية خالص. وبيبقى تحفة تحفة تحفة. بس هو عايز ايه؟ شوية صبر كده وانت بتعمليه، بس هو بجد جميل ومفلفل وتحفة، والطريقة دي هتعجبك قوي بإذن الله. حمر البصلاية كده في شوية زيت، ممكن معلقة سمنة لو حابة. انا عاملاه بزيت بس. قطعت البصلتين كده وحمرهم وانا عايزاهم يغمقوا. ما بنحطش التوم في الاول لان التوم انتوا عارفين بيتحمر بسرعة، فما ينفعش نحط التوم من بدري. بنسيبه كده لما خلاص يقرب، خلاص يعني هيقرب يخش للدرجة اللي احنا عايزينها بنحط له التوم. يا جماعة كده والنبي لو سمحتوا بلاش كلمة لايك. شايفين البصل احمرت ازاي؟ احمرت قوي، يعني لازم تحمر قوي عشان تديني اللون اللي انا عايزاه. اللهم صل على سيدنا محمد. ديت كام فص توم كده، فرمتهم صغير كده وحمرهم تحميرة لحد يعني ما تطلع ريحتهم مع البصل ويبدأوا يعني ياخدوا لون بسيط قوي. بعد كده بننزل بمعلقتين مية سخنة، معلقتين كده من المية السخنة بس، علشان يديني اللون الغامق الحلو اللي احنا بنحبه في في رز الصيادية، او زي ما بيسموه رز السمك. بيبقى جميل على فكرة جدا. وتحطي المعلقتين المية دولت وتسيبيهم كده لحد هو ما يشربهم، بيدوني بعد كده بياخد اللون، المية بتاخد اللون اللي في البصل ده، بتديني لون جميل قوي. شايفين؟ بعد كده بنزل بقى عليه بالحاجات اللي انت عايزه تنزلي. لو عندك جزر كمان انزلي بيه. انا ما كانش عندي جزر فحطيت القوطه ديت والفلفل وقرن الفلفل الحامي. طبعا قرن الفلفل الحامي ده اختياري. اللهم صل على سيدنا محمد. وادي الملح والكمون، انا مش بحط عليه اكتر من كده. طبعا ما حطيتش شطه عشان حاطه قرن فلفل حامي. لو كنتش حاطه قرن الفلفل دوت كنت حطيت شويه شطه. بيبقى جميل قوي يعني، بيبقى جميل. لازم يبقى هو يبقى يعني حرق شويه اذا بتحبوه كده طبعا. زي ما انتم شايفين كده شكله تحفه، وهو الرز ما اتحطش يعني منظر الخلطه تحفه اصلا. بسيبهم بس ياخدوا مع بعض كده تقليبتين، يعني تشويحة كده للفلفل وللطماطم. زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى عليه بالرز برضو يتقلب معاه تقليبة كده. انا ما حطيتش ميه غير الميه اللي كنت عايزاها تاخد لون من البصل، اللي هم يعني ربع كوبايه، معلقتين ميه كده يعني. تقليبتين بقى للرز مع الخلطه ديت، تقليبتين كده وبعدين ننزل عليه بالميه السخنه. والله طعمه طريقة حلوة وبسيطة، ما فيهاش يعني افتكاسات ولا حاجة، بس جميلة جميلة جميلة.
ننزل عليه بقى بالمية اللي تكفي. يعني انا بخلي فوق الرز حوالي سنتي ونص مية. اذا احتاج تاني بحط له تاني، بس في الاول يعني ما نزودش المية زيادة عن اللزوم، علشان خاطر ما يطلعش مننا طري. يعني هو لو ني شوية هنتصرف، انما طري مش هنعرف نتصرف. طبعا كده المية لسه قليلة. يعني بشوف كده كمية المية زي ما انا عايزة ولا لا، زودتها شوية. وهغطيها وخلاص على كده. للأسف بس الجزء الأخراني من الفيديو ما اعرفش يعني جيت اصوره بعد ما غرفت الرز كده عشان اوريه لكم، ما اعرفش ايه اللي حصل فيه. بس هو طلع جميل جميل بجد والله العظيم، تحفة. يعني مش عارفة اقول لكم ايه. تصبحوا على خير.